الله يا إخوة، هل تعرفون من هو الله؟ الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي منع وأعطى، الذي يسمع سر الاثنين وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله عز وجل الذي بيننا وبينه سماوات. الرحمن على العرش استوى، تحت العرش بحر مسيرته 500 سنة، ثم تحت العرش تحت البحر 7 سماوات، كل سماء سمكها 500 سنة، ثم هو هناك معتل على عرشه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. هذا هو الله الذي ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا هو الله الذي قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا هو الله. وقال عن نفسه وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فأسأل الله أن يجعلنا نعظم الله في قلوبنا، لأن من عظم الله عظمه الله. الله عز وجل يا إخوة لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله جل جلاله للجبل انهار الجبل وذاب كله من نور وجه الله عز وجل. هذا هو الله، لن يرى في الدنيا، لأنه جعل حجاب النور بيننا وبينه، لأنه لو كشف نور وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل ما وقع عليه بصره. وأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، ولما وصل إلى السماء السابعة وصل إلى سدرة المنتهى، فوقف جبريل، وقف وقال هنا مكاني يا محمد، تقدم أنت، أنا لا أستطيع أن أتقدم هنا. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الله. فلما سألوا رسول الله هل رأيت الله؟ قال نور أن أراه، لم يرى، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. لماذا؟ لأن رؤيته نعيم لا يفوز فيه إلا أحبابه في جنته. وحتى يوم القيامة عندما يحشر الخلائق كلهم ويجتمعون في تلك الأرض تحت سماء غير هاته السماء وفوق أرض غير هاته الأرض، تشرق الأرض بنور الله عز وجل، يأتيهم نور من نور الله سبحانه وتعالى، وإلا فلن يراه أحد. وعندما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. في ذلك الموقف تأتي الملائكة صفوف. أرأيتم مواكب البشر كيف بموكب الله عز وجل؟ ملائكة صفوف صفوف صفوف، والأرض تشرق بنور الله اللي هي أرض المحشر. ثم بعد ذلك يبدأ الحساب. فهل نرى الله؟ لا، لا يرى الله، لا يرى الله، بينه وبين الناس حاجب.
متى يرى الله؟ عندما يرضى عنا ويأذن لنا أن ندخل إلى الجنة. يا رب لا تحرمنا الجنة. عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخلون في أملاكهم وقصورهم وأنهارهم، إلى كل إنسان مرت عليه مصائب في هذه الدنيا أيا كانت. أريد أن أذكرك بحديث جميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني كتب الله له أنه من أهل الجنة، وهو أبأس إنسان عاش في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يسأل: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: والله ما مر بي بؤس قط. لم يشرب لا من أنهارها ولم يأكل من أشجارها ولم يعيش في قصورها، فقط غمسة واحدة، فنسي كل الهم والتعب الذي مضى عليه. الجنة يزينها الله عز وجل كل ليلة، ثم بعد ذلك في كل ليلة من رمضان لله عتقاء يؤمرون فيدخلون جنة الله عز وجل. أسأل الله أن نكون منهم. الجنة دار المتقين التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل الناس فيها منزلة هو ذلك الرجل الذي يدخل ثم يقول له الله عز وجل: أعطيك 10 أضعاف ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، فيمشي في أملاكه وقصوره وأنهاره 2000 سنة لا يستطيع أن ينتهي من أملاكه. هذا أقل الناس منزلة. أما الصوامون القوامون الطائعون المنيبون فهم الذين قال الله لهم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما يدخل أهل الجنة الجنة يذهبون إلى قصورهم وإلى بيوتهم ويعرفونها كما يعرف كل واحد منكم بيته في الدنيا، ما يضيعه. وبينما هم في قصورهم وأنهارهم إذا بمناد ينادي من السماء: يا أهل الجنة، فيلتفتون ويخافون. لماذا؟ لأنهم مروا بعرصات القيامة، مروا بالقبور وأهوالها والمحشر وأهواله، ومروا بالميزان، ومروا على الصراط، ومروا على الحساب، مروا بعقبات، ولذلك القلوب منخلعة من الخوف، فهم سعداء أنهم دخلوا الجنة. فعندما يدخلون الجنة ينادون: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا لن تخلفوه، إن لكم عند الله موعدا لن تخلفوه. فيقولون: ماذا يريد ربنا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ييسر حسابنا؟ ألم ييمن كتابنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقال لهم: قوموا إلى موعدكم مع الله. فتأتيهم النجائب، والنجائب يا كرام هي خيول لها أجنحة تطير بأهل الجنة حيث شاءوا، ثم يصعدون على ظهورها فتطير بهم هذه الخيول إلى واد عظيم اسمه الوادي الأفيح، اسمه الوادي الأفيح. ثم يتوزع الناس في هذا الوادي، يتوزعون على حسب أماكنهم في الجنة. أصحاب الفردوس الأعلى لهم مكان، وأصحاب الذين تحت الفردوس الأعلى لهم مكان آخر أقل منه. وهناك منابر كثيرة، منابر من نور، منابر من ذهب، منابر من جوهر، منابر من لؤلؤ، منابر من ياقوت، منابر من فضة. وأقل أهل الجنة يجلس على كثبان من المسك، جبال من المسك، فيجلسون في هذا الوادي العظيم الذي اسمه الأفيح من جمال رائحته وعظيم صنعه. تخيل وادي كل الأرض زعفران، والكثبان من المسك، والمنابر من أجمل وأرقى أنواع الجواهر، وكل منهم جالس. ثم بينما هم يتشاورون فيما بينهم ويتسامرون
إذا بنور عظيم يغشاه فيسكتون، فيتكلم هذا النور ويقول السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله لهم سلوني، اطلبوا ماذا تريدون؟ فيقولون يا ربنا نسألك أن ترضى عنا. قال لولا رضاي ما بلغتم، فسلوني اطلبوا. وكلهم بصوت واحد اللهم أرنا وجهك الكريم. عندها يأمر الله تبارك وتعالى أن يزال الحجاب بينه وبين عباده، ثم يأتيهم من نور وجه الله ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم. ثم ينظرون إلى الله، ينظرون إلى الذي سجد له الساجدون وسبح له المسبحون، سبحت له الدودة في بطن الصخرة والسمكة في بطن البحر، سجدنا وقمنا وصلينا ونحن ما رأيناه آمنا به غيبا. ذلك اليوم سوف ترى الله. فبمجرد ما أن تنظر وترى الله يأتيك من نور وجهه ما يجعلك تكسى نورا. وهذا معنى قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تنظر إلى الله وتتكلم مع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم القمر في ليلة البدر هل أحد يحجب عنكم رؤيته؟ قالوا لا. قال كذلك سترون الله في صفاء البدر ولا يبقى أحد إلا كلمه الله. سوف تتكلم مع الله جل جلاله. من الناس من يتكلم مع الله كل يوم، ومنهم من يتكلم كل أسبوع، ومنهم من يتكلم كل شهر، ومنهم من لا يتكلم إلا مرة. لماذا؟ لأن الناس في الجنة منازل لا يستوون عند الله عز وجل من أتى بأعمال صالحات وعبادات وطاعات وبر والدين وصلة أرحام وصدقات وصلوات وصيام كمن لم يدخل الجنة إلا آخر واحد دخل الجنة. لا يستوون عند الله. ولذلك يا أحبابي يا كرام ويا أخواتي الفاضلات يجب أن نستثمر حياتنا بالقرب من الله، فالحياة كلها التي ترونها ستزول ولن يبقى إلا الله جل جلاله. أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم.